السلام عليكم، مرحبا بكم في تعليم ومع مبادرة الإعلاميات للجميع، وكذلك مع مكونات الحاسوب ومع واحد لو كومبوزون معروف بزاف اللي هو لو ديسك دور. كنسمعوا ديسك دور ديسك دور ديسك دور. شنو هو لو ديسك دور؟ كيفاش نختاروا ديسك دور مزيان وشنو هو الدور ديالو على مستوى الحاسوب؟ اذا بالنسبه لو ديسك دور سي sur le disque dur, donc le disque dur, que les données à conserver sont enregistrées. يعني منين تنحفظوا لي دوني اللي كنحطوا في البيسي راهم محطوطين على مستوى الديسك دور. C'est-à-dire à peu près tous les fichiers du système d'exploitation, les logiciels et surtout vos données, photos, vidéos, musique, email, etc. etc. يعني كل المعلومات نظام التشغيل اللي كنديروا باغ اكزومبل كنتي مفورماتي بالويندوز، لو لوجيسيال اللي كتانستالي، لي دوني ديالنا، تصاور، فيديوهات، موسيقى، كلشي العمل، دوكيمون وورد، لي طرافو، كلشي داكشي اللي كنديروه هو على مستوى لو ديسك دور. لهذا هو مهم جدا، وما يمكنش البيسي يخدم بطبيعه الحال بلا ديسك دور، لانه هو بيت الخزين ديال الحاسوب. اذا لي ديسك دور aujourd'hui peuvent contenir des centaines de gigas. دونك هنا بالنسبه للديسك دور، بالنسبه لشي واحد يقول لك انا كيفاش بغيت نمشي واحد ديسك دور، شنو خاص يكون في الكاركتيرستيك، شنو كيفاش خاص يكون بالنسبه للديسك دور. يعني بالنسبه لواحد اللي مبتدئ غير بغى يتكونيكتا، بغى يدير فيه التصويرات وداكشي 100 جيجا بارك عليه. وكاين دابا ولاو بيسيات يمشي حتى 500 جيجا، 1000، 1 تيرا، دونك بزاف ديال هذاك. دونك كل ما كان السيد كيحتاج بزاف ديال السباس باش يوضع فيه لي دوني، يوضع تصاور، يوضع افلام، يوضع هذا، كل ما كيحتاج ديسك دور اكبر. اذا كيف قلنا هو بيت الخزين، هو لومبلاسمون، هو المكان فين كنحطوا المعلومات ديالنا وكنخزنوهم. كلشي داكشي اللي كتشوف في بيسي راه كونسيرفي على مستوى لو ديسك دور. اذا هنا كاين واحد النوع ثاني من لي ديسك دور. غوغاردي هنا هذا لو ديسك دور هذا اللي كنا شفنا في الاول، هذا سي فيه دو بارتي. كاين هاد لا بارتي الكترونيك وكاين هاد بارتي ميكانيك. بارتي ميكانيك هنا داير بحال السيديات بزاف محطوطين مضغوطين مع بعضياتهم وكيتحركوا، وكاين بحال واحد العدسه هي اللي كتقراهم، بحال واحد البرا هي اللي كدوز فوق منهم كتقرا داك لي دوني وكتعطيهم لينا، يعني كتافيشيهم. وكاين هاد لا بارتي الكترونيك اللي كتكونيكتا مع لا كارت مير. اذا بالنسبه للاس اس دي هو ما فيش ديك لا بارتي ميكانيك، فيه غير لا بارتي الكترونيك ولا جداد. دونك لو اس اس دي تسمى هو solid state drive. Donc le disque dur était encore il y a un peu indisponible au fonctionnement de l'ordinateur, voilà, indispensable au fonctionnement de l'ordinateur. On peut aujourd'hui le remplacer par un SSD. Donc SSD qui يمكن يلعب الدور ديال الديسك دور. Les disques SSD solid state drive permettant de stocker des données tout comme le fait d'un disque dur de conception et leurs caractéristiques sont différentes. Donc هنا يعني بحال دونك ممكن نلقى ان اس اس دي لو سوليد ستيت درايف يعني في مكان ديسك دور، وحتى هو كيكونسيرفيه، حتى هو عنده تيقوم بنفس الدور. كيف ما ممكن نلقاوهم بجوجهم على مستوى واحد البيسي. ممكن البيسي نلقاو فيه اس اس دي ونلقاو فيه ان ديسك دور عادي. اذا بالنسبه لو ديسك دور هو هذا على مستوى البواتي، هو هذا اللي كيكون عنده جوج، عنده هذه كتكون كونيكتا مع لا كارت مير، وهذا لو بوش الثاني كيكون مكونيكتي مع لاليمونطاسيون اللي كتزودو بالطاقه باش يعمل، هو هذا الديسك دور. وهذا بالنسبه للاس اس دي كيكون هكا صغيور. غالبا الاس اس دي كيكون موجود على مستوى لي بي سي بورطابل، لانه هما صغيورين، حتى هو كيكون صغيور بحال الباتري، كيلصق معاهم تما وكيكون تيلعب الدور ديال لو ديسك دور. بهذا كنوصل لنهايه هذه الحصه. دمتم في رعايه الله وحفظه. السلام عليكم.